هنتكلم النهارده على معدن مهم جدا من المعادن وهي معدن الكالسيوم. هنعرف الكالسيوم مهم ازاي للجسم، سواء الجسم الرياضي او جسم واحد مهتم بصحته، وبالذات الاجسام الاطفال الرضع الصغيره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى اول اكل او اول حاجه تخش جسم الطفل هو لبن الام. لبن الام مليان جدا بالكالسيوم، وهنعرف اهميه اللبن النهارده للاطفال بس، وهنعرف ان الخرافه اللي بتقول ان اللبن مهم جدا للناس الكبيره عشان هشاشه العظام او عشان العظم او ايا كانت ايه. فدي خرافه من الخرافات هنعرف حقيقتها النهارده. هنعرف اهميه الكالسيوم النهارده للقلب. لو انت بتاخد كالسيوم كتير فده غلط للقلب، لو انت ما عندكش كالسيوم في الدم بتاعك او في جسمك فده برضو غلط على القلب. هنعرف كل الكلام ده النهارده في حلقه النهارده مهمه جدا، شوفها للاخر عشان تاخد كل معلومه فيها. ويلا بينا نشوف الكلام ده. اول حاجه لازم نتكلم عليها ايه هي اعراض نقص الكالسيوم. يعني انا اعرف ازاي ان انا اصلا ما عنديش كالسيوم في جسمي؟ اول حاجه دايما بحس بارهاق، من اقل مجهود بعمله بحس ان انا تعبان. تاني حاجه عندي ضعف ذاكره، الحاجات البديهيه اللي انا المفروض مثلا عملتها الصبح او من شويه بلاقي نفسي مش فاكرها. تالت حاجه دايما بيجيلك تشنجات في العضلات او كرامب بمعنى الكلمه، يعني اللي بيجيلك كرامب الخلفيه في الاماميه في الكلام ده كله، تشنجات في العضلات كلها معظمها بيبقى نقص كالسيوم. رابع حاجه ودي عند اغلب الناس عندنا اللي هي العين اللي بترف، دايما تلاقي عينك بترف، ده معظمها بيبقى يا اما ضغط يا اما نقص كالسيوم. خامس حاجه بيجيلك تعب او الم في السنان. وسادس حاجه بيجيلك دايما الم في العظم او في المفاصل، ودي طبعا طبيعي. واخر حاجه معانا هو الاكتئاب. طيب دي اعراض نقص الكالسيوم عندي، يعني انا في حاجات عندي بتدل ان انا عندي نقص الكالسيوم. طيب هو نقص الكالسيوم ده بيجي من ايه اصلا، او ايه هي اسباب نقص الكالسيوم عندي في الجسم؟ اول حاجه ان انا ما باخدش المصادر او ما باكلش اكل فيه كالسيوم، ده بديهي. تاني حاجه ودي حاجه غريبه شويه، نقص فيتامين دي. فيتامين دي ليه علاقه قويه جدا بالكالسيوم. انت ممكن تاكل حاجات فيها كالسيوم كتير بس انت عندك نقص في فيتامين دي، ففيتامين دي يعتبر المرشد للكالسيوم، هو اللي بياخد الكالسيوم من المنطقه الغلط يوديها للمنطقه الصح. يعني انت ممكن يبقى عندك كالسيوم في جسمك وعندك نقص كالسيوم، بيبقى عندك كالسيوم كتير في جسمك بس مش موجود في المكان الصح. ايه هو اللي بيرشده للمكان الصح؟ فيتامين دي. تالت حاجه يبقى عندك حساسيه من الالبان، تبقى انت معتمد كل الاعتماد المصدر كله من اللبن وانت عندك حساسيه من اللبن فما بيجيلكش الفايده اللي بيجيلك من اللبن. رابع حاجه يبقى عندك مشكله في الغده الدرقيه او في الكلى. دول 4 اسباب تبقى انت بتاخد مصادر فيها كالسيوم كتير وتلاقي برضك عندك نقص في الكالسيوم. الاسباب ايه؟ الاسباب ال4 اللي احنا لسه قايلينهم. فلازم طبعا نبقى واخدين بالنا ونعمل تيست للفيتامينات عندنا كامله، تيست للكلى والكبد والغده، كل الكلام ده كله هيأثر على كل الفيتامينات والمعادن مش الكالسيوم بس. تالت سؤال معانا نساله لنفسنا هو ايه اصلا مصادر الكالسيوم؟ الكالسيوم نلاقيه فين من الاخر؟ طبعا اول حاجه او اول واحد هيسأل السؤال ده هتلاقي حد بيرد عليه موجود في اللبن. تمام، هو موجود في اللبن بس مش المصدر الوحيد. اللبن كتر اللبن اصلا غلط. ربنا سبحانه وتعالى زي ما انا قلت في مقدمه الحلقه اللبن مهم جدا للاطفال، بس بعد ما الطفل بيتفطم خلاص ممكن ما يشربش لبن طول حياته اصلا، لان اللبن اصلا بيعمل حموضه في الدم. انا هجيب الكالسيوم منين وانا مش بشرب لبن؟ عايز اقول لك معلومه، ممكن ناس تشرب لبن كتير ويجي لها هشاشه عظام. ناس كتير تبقى مهتميه باللبن مش منتجات الالبان، اللبن نفسه وتلاقي عنده هشاشه عظام. طب ازاي؟ ده هنعرفها كمان شويه. دليل برضو من الدلائل من مخلوقات ربنا، الناس القويه او اللي عندها عظم قوي او الكالسيوم عندها ضعف الانسان بكتير، مثلا عندنا حيوان الغوريلا او الحوت او الكلام ده كله، المخلوقات دي ما بتشربش لبن اصلا، يعني ما بتشربش لبن وعندهم كالسيوم وعظمهم جامد يعني. طيب هو اللبن بس هو ده للكالسيوم؟ لا، دي حاجه من الحاجات اللي تثبت لك ان مصدر الكالسيوم مش اللبن بس. انت ممكن يبقى عظمك قوي وجسمك مليان بالكالسيوم ما بتشربش لبن اصلا، هو ده الطبيعي، هو ده اللي المفروض يحصل اصلا. انت لما بتشرب لبن فانت كده بتدخل جسمك كالسيوم كتير جدا، فده من غير ما تحس انت بتبقى بتشرب اللبن عشان تقوي العظم، لكن الكالسيوم الكتير ممكن يضر عظم، يعني الكالسيوم الكتير ممكن يضر عظمك. طب ازاي؟ انت لما تشرب لبن كتير فبيجي لك حاجه في الدم، يعني ما هي مفيش حاجه اسمها حموضه في الدم، بس بيبقى جسمك بيعادل حموضة الدم من اللبن اللي بياخده. طب بيعادله ازاي؟ بياخد عن طريق الكالسيوم، بياخد الكالسيوم من العظام اصلا بتبقى مخزنة الكالسيوم، بياخد الكالسيوم من العظام ويحطه في الدم عشان يعادل الحموضة بتاعة اللبن. فانت من غير ما تحس تلاقي ان الكالسيوم عندك في عظمك بيقل. ليه؟ من كتر اللبن اللي بتشربه. احنا زي ما احنا عارفين وفي الحلقة او في القناة قايلين في كل حاجة، اي حاجة مفيدة بتاخدها كتير جدا فهي بتقلب ضدك وبتبقى مضرة
مش مفيده. طيب انا اقتنعت ان اللبن مضر، او يعني اقتنعت ان كتر اللبن مضر ممكن يأثر على العظم بتاعي. انا اخد الكالسيوم او مصادر الكالسيوم غير اللبن فين؟ اول حاجه معانا السمسم مليان جدا بالكالسيوم. تاني حاجه الخضره برضو مليانه بالكالسيوم. تالت حاجه من الفواكه التوت اصلا من الفواكه الغنيه جدا جدا بالكالسيوم. رابع حاجه وتعتبر من الخضروات برضو الفلفل الرومي. وخامس حاجه معانا منتجات الالبان زي الموتزاريلا، زي الزبادي، زي الجبنه، كل الكلام ده مليان كالسيوم. مش اللبن صافي، لا، منتجات اللي جايه من الالبان او اللي جايه من الحيوان، البقره او الجاموسه. طيب رابع سؤال هنساله معانا وهي ايه هي اهميه الكالسيوم؟ اول حاجه ودي حاجه معروفه جدا ان الكالسيوم بيقوي جدا العظم وكمان بيقوي السنان. تاني حاجه للكالسيوم زي ما قلنا في اول حلقه هو مهم جدا للقلب. ايه اللي دخل الكالسيوم في القلب؟ الكالسيوم لو عالي جدا في جسمك او عالي في الدم عندك بيأثر على كهربة القلب، تلاقي نبضات قلبك سريعه جدا. ده ليه؟ ممكن يبقى سبب من اسبابه زياده الكالسيوم في جسمك. فالكالسيوم مهم للقلب اول حاجه لانه ليه علاقه بكهربة القلب. تاني حاجه لو الكالسيوم عندك واطي في دمك او واطي في الجسم عندك ده بيأثر على القلب. بيأثر طبعا على القلب. طيب هيأثر عليه بايه؟ هيكون في عدم انتظام في ضربات القلب. ممكن يبقى الناس اللي عندها عدم انتظام في ضربات القلب يبقى نتيجه نقص الكالسيوم اصلا في دمها. فالكالسيوم مهم جدا لصحه القلب او لعضله القلب. تالت حاجة ان الكالسيوم بيحمي الجسم من سرطان القولون. رابع حاجة معانا فالكالسيوم مهم جدا لانقباض العضلات زي عضلة القلب كده او اي عضلة في الجسم. من الحاجات المهمة برضو اللي لازم الواحد يعرفها، ما ينفعش اخد اي معادن من مكملات غذائية. يعني احنا قلنا مثلا لو انا عندي نقص بروتين او كربوهيدرات او فيتامين ممكن اخده بكبسولات من بره، لكن المعادن بالذات ما تاخدهاش من مكملات غذائية. منها الكالسيوم ما تاخدش من بره خالص، لان معظمه او لو انا خدت دوز اصلا زيادة هيأثر على جسمي بالسلب. معظم الاكل اللي احنا بناكله او منتجات الالبان معظمها تقريبا كل اي حاجة بنفطر بيها او بنتعشى بيها بيبقى منتجات البان بيبقى فيها كالسيوم. فانا واثق لو انت اصلا رحت حللت لنفسك كالسيوم هتلاقي ما عندكش نقص كالسيوم ولا اي حاجه. فحاول بقدر الامكان تبعد عن المكملات الغذائيه للكالسيوم، لان هي في الاول وفي الاخر ممكن تضر جسمك جدا الا طبعا لو تحت اشراف طبيب. خامس سؤال معانا وده مهم جدا، ازاي احافظ على الكالسيوم في جسمي؟ اول حاجه لازم تاخد المصادر بتاعه الكالسيوم تدخلها في يومك او تدخلها في روتين اكلك او تدخلها في الدايت بتاعك، ان شاء الله حتى وجبه او وجبتين في اليوم. وطبعا مصادر الاكل لسه قايلينها من شويه. تاني حاجه لو انت عايز تهتم بعضلاتك او تكبر عضلاتك ما تاخدش كالسيوم، لا خد فيتامين دي، لان كده هيبقى فيه كالسيوم في دمك، بس لو ممكن يبقى عندك نقص في فيتامين دي فبالتالي الكالسيوم عندك مش هيبقى شغال كويس. فانت لو هتهتم بعضلاتك اهتم بفيتامين دي، ما تهتمش بالكالسيوم. طيب ايه هي مصادر فيتامين دي او انا ممكن اهتم بفيتامين دي ايه على السريع؟ يعني مصدر من المصادر فيتامين دي المهمه جدا هي مصدر الشمس، بس الناس مش 24 ساعه قدام الشمس. فبالنسبه للاكل مصدر من مصادر الفيتامين دي يعتبر الزبده الصحيه. كنا عاملين اصلا حلقه على كل الفيتامينات، في منهم الفيتامين دي او فيتامين د، يعني ارجع شوفها او احطها لك تظهر لك فوق على الشمال هنا. بس تعتبر من اهم المصادر لفيتامين دي هو الزبده الصحيه. ثالث حاجه اهتم بالرياضه. انت لو اهتميت بالرياضه الكالسيوم في جسمك هيبقى متوازن جدا. رابع حاجه ودي نصيحه مني انا او في ناس كتير بتوافقني الراي وفي ناس بتخالف رايي طبعا، ابعد عن اللبن. واحنا قلنا طبعا الاسباب اللي ممكن تجي لك هشاشه عظام بسبب كتر اللبن. من واحنا صغيرين واخدين ان احنا لازم يبقى عشان نبعد عن هشاشه العظام اشرب لبن كتير. لا، الكلام ده غلط بالنسبه لي انا وبالنسبه لابحاث كتير جدا وبالنسبه لدكاتره كتير جدا، بس في ناس مش هتوافقني الراي. فرابع نصيحه دي مني انا، ابعد عن اللبن. بس كده، دي كل حاجه ليها علاقه بالكالسيوم. لو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنت وهرد عليه. اخبط لايك لو عجبتك الحلقه وسبسكرايب لو لسه مشتركتش. دمتم في رعايه الله.